الأمانة. الأمانة كلمة شديدة المراسي، عظيمة الحكمة، أن تكون أمينا مع نفسك ومع الآخرين في كل شيء أيا كان. وإن كانت هذه المعتقدات في هذه الدنيا الآن في عصرنا المعاصر يشوبها المتغيرات الغريبة والعجيبة تحت بند كيفما تكون الأمانة مع الرجل أو الامرأة أيا كان في حياتهما، في مداعبتهما، في أعمالهما، مع أولادهما، مع أقاربهما، مع كل شيء. الأمانة تاريخ يمر منذ العصور الوسطى ثم العصور العليا، فالقرن التسعتاشر، فالقرن الواحد والعشرين، فضاعت الأمانة لأن الإنسان استباح كل شيء، استباح أن يفعل الغير مرغوب مرغوب، فهوى في دنيا سحيقة يحبها ويعشقها ويتمناها ويتلاعب بها، ولكن هيهات هيهات، هل الإنسان يملكها؟ لا يملكها ولن يملكها، فالملك لله وحده القهار، مالك الملك، يصرف الأمور كيفما شاء، إنه الله. إذن كيف نعيد الأمانة؟ إذا فقدت الأمانة ضيع الإنسان وضيع كل شيء خلق من أجله. نعم، الأمانة صعبة الاحتفاظ بها، صعبة معاملتها، صعبة في الإرشاد إليها، ولكن ندعو إلى الأمانة. ألم تكن الأمانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وعند سيدنا عيسى رسول الله، وعند سيدنا موسى والكثيرين من الأنبياء الأجلاء، وكانت عند إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذن الأمانة للبشرية تباعا تصحو وتخبو زمنا وزمنا أينما كنا. نعم، الأمانة شيء عظيم، صعب أن نتمسك به، لا، حلال أن نضيعه، خطأ. أم ماذا؟ هل الوسطية هي الأساس؟ ربما، ولكن الوسطية بأمانة والتعامل بأمانة، فالأمانة في كل يد حاكم، مدير، رئيس، بائع خضار، أيا كان، كلنا نجل كل الأعمال، فالأعمال كلها من صناعة من؟ صناعة الإنسان ووهبة الله للإنسان. إذن الأمانة لله شيء عظيم، شيء جميل، شيء مؤدب للإنسان، يؤدبه ويهذبه لكي يعيش تباعا وتباعا، يحب الإنسانية ويحب الأمانة. وقد يضحك الناس عن هذه الأمانة في زمننا المعاصر ويقولون أين هي الأمانة، والكل يتصارع ويأكل في بعضه البعض. حقا وعدلا وصدقا يحدث في هذا الواقع الذي نعيشه، وإن الإنسانية لا تقع وتتدهور لضياع الأمانة والصراعات في كل شيء في العالم. وهو نرى العالم كله في تخبط مستمر ويتواصل. نتمنى السلامة ويعود الأمان والأمانة للأمة البشرية عبر الزمان، فالأمانة رسالة من رسالة كل الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أمينا، وكان أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. نتمنى أن نكون مثله ونسعى إلى خطاه، وكذلك الصحابة الأجلاء. وكل عام ورمضان بخير على الأمناء والأمن، وكل ما هو أمين لأمتنا المصرية والعربية من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. حافظوا على الأمانة، فالأمانة رسالة ستسألون عليها يوم القيامة، كل رئيس ومدير وموظف وكل إنسان يحيا في الأرض. فتحية للأمانة ولكل باعثها عبر السنين والأيام،
وأعيدوا الأمانة في الأرض فالله حافظها. الله.